السلام عليكم ورحمة الله. هكذا رد وزير خارجية روسيا لافروف على أعداء الجزائر بعد فوز الرئيس عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية للمرة الثانية وكشف تفاصيل خطيرة. سنتعرف على كل التفاصيل في هذا الفيديو ونشاهد تصريحات لافروف، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بكل قوة على أعداء الجزائر، وأول تعليق رسمي من روسيا بعد فوز الرئيس عبد المجيد تبون. لم تنتظر كثيرا مصالح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حتى أصدرت أول بيان بعد فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الروسية لاقى ردود أفعال متباينة بين مؤيد لذلك البيان والتعليق وبين معارض له، باعتباره تعليق مبطن من روسيا تجاه الانتخابات الرئاسية في الجزائر. غير أن الرد الروسي وفق العديد من الخبراء جاء ليرد على بعض الأسئلة التي حاولت الطعن في الانتخابات الرئاسية والتشكيك في نزاهتها. وعلقت روسيا استنادا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فقد حقق الرئيس الجزائري تبون فوزا ساحقا بنسبة 94% فيما أكثر من الأصوات. وأضافت مصالح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن عملية التصويت جرت في جو هادئ، ولم تكن هنالك انتهاكات من شأنها التأثير على نتائج التعبير عن إرادة المواطنين. ليس من المعقول أن يكون الانتهاك بنسبة 94% وترحب موسكو بنجاح إجراءات الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وتؤكد استعدادها لمواصلة تعزيز العلاقات المشتركة الاستراتيجية المتعمقة بين روسيا والجزائر بما يخدم مصالح شعبي البلدين. هذا التعليق الروسي لم يعجب العديد من المتابعين، مشيرين في ذات السياق أن تعليق وزير الخارجية الروسي تحتاج خبراء لتحليلها. شاركنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.